ياسين وياسين شاركوا بفيلم لإيجاد حل لهذه المشكلة من الجزائر. أنا ياسين بوغزالة من الجزائر، وبالضبط من ولاية الواد. هذا العام الحمد لله وفقت بالمشاركة في برنامج قمرة 2 على قناة MBC اللي قدمه الأستاذ أحمد الشقيري، طبعا وهي عبارة عن مسابقة أفلام تشمل كل أقطار الوطن العربي وحتى خارجه، والتي تجمع بصناع الأفكار وصناع الأفلام لاستخراج مادة هادفة. والحمد لله تم اختيار فكرتي من بين 24,000 فكرة ومن 83 بلد أتشرف أن أكون ممثلا للجزائر. كانت بالنسبة لي تجربة رائعة، خاصة أني تعاملت مع طاقم احترافي وفريق عمل من المغرب الشقيق، وعلى رأسهم المخرج الأستاذ ياسين جلالي. طبعا هناك مطبات كثيرة وعوائق كانت تقف أمامنا، ولم تكن تجربة سهلة. بداية من رخصة التصوير من وزارة الثقافة تعطلت كثيرا، ودخل اليأس إلى نفسي أكثر من مرة، وخاصة أن الوقت يمر ونحن نقترب من آخر أجل لبعث العمل، ونحن لم نقم أصلا بالتصوير. ومن جهة أخرى فريق العمل والتصوير ما زال في الجزائر العاصمة، المخرج الأستاذ ياسين جلالي، وأيوب مهندس الصوت، وإسماعيل مدير التصوير، وجيسيكا المنسقة العامة للمشروع، كلهم ينتظر في رخصة التصوير من الوزارة. طالت المدة وصلت إلى 15 يوم، ومن حين لآخر يهاتفني ياسين عن آخر المستجدات، ومرات كثيرة كان يبان فقد الأمل في المشروع. بالحق كنت نحاول نرفع من المعنويات نتاعو كل مرة. في اليوم 16 هاتفني ياسين، خفت، يقول لي خلاص رانا راجعين للمغرب، للأسف الفيلم ماهوش راح يتخدم. لكن كان العكس، والحمد لله. قال الرخصة في أيدينا، وتمت الموافقة عليها من الوزارة. وبعدها بيوم كان الفريق هنا في ولاية الوادي، واتصلنا بشباب في بلدية الدبيلة صائدي العقارب، هؤلاء الذين يخاطرون بأنفسهم ومهنتهم هذه تنقذ حياتين في نفس اللحظة باصطيادهم العقارب، فهم يحدون منها وكذا يبعثونها إلى الجزائر لاستخراج مصل دواء اللسع. بدأنا التصوير، الأمور مشات بخير الحمد لله، والمجموعة التي عملت معنا طيلة تلك المدة عاملونا أحسن معاملة، وكانت الأمور تمشي على أحسن ما يرام، خاصة أن فريق العمل وأحباب المغاربة مرتاحين جدا، حاسين أرواحهم كأنهم في بلدهم. وأكثر حاجة مهمة هو التكامل في الفريق، كل واحد مركز في وظيفته. لحين لآخر كنا نتفكر تلك الأيام الصعبة الأولى التي أصبحت كسمر وكسرا للروتين، وقصة تجربة وملخصها حلاوتها في صعوبتها. النتيجة هذه المغامرة كانت هي الفيلم التي شاركت به في قمرة 2. كوني ممثل الجزائر في هذه المسابقة أحتاج طبعا لدعمكم للفوز، وذلك عن طريق التصويت، وكذا مشاركة هذا الفيديو وعلى أوسع نطاق. والذي مازال ما تفرج الحلقة يمكن أن تلقاها في موقع قمرة وعلى الرابط التالي. لا تنسوا التصويت ب5 نجمات كما هو مبين في الفيديو، وأهم حاجة تشاركوا هذا الفيديو مع كل أصحابكم. ونشكركم كثيرا كثيرا على الدعم والردود الإيجابية على هذه الحلقة، وشكر خاص لكل واحد فيكم شجعني بالتصويت ومشاركة هذا الفيديو. ملاحظة، بعض المرات الإيميل تاع قمرة عندما تقوم بعملية التصويت يبعث لك في البريد العشوائي، أي سبام، الذي لم يصله في الإيميل العادي يقدر يحل البريد العشوائي، يجد الإيميل متاع قمرة موجود هناك. وبارك الله فيكم، شكرا جزيلا على دعمكم، وأنتظر الدعم ومشاركة هذا الفيديو على أوسع نطاق. شكرا جزيلا لكم، سلام.